شهده ولا مسمن مقلي الجزائري. قولوا لي لا ديروه في ولايتكم واش تسموه وسمعوا لي القرمشه تاعو. بزاف بنين ويجي مقرمش ومورق. تبعوا معايا الوصفه وبسم الله نبدا. نسحقوا 2 كيسان تاع سميد رطب، كاس تاع الفرينه، شوفوا انا كيله صغيره ما حبيتش كميه كبيره، ملعقه صغيره تاع الملح وملعقه صغيره خميره كيميائيه و3 ملاعق كبار تاع الزيت. وعلى بالي واش راكم تقولوا مسمن عادي ما يديروش فيه الزيت في العجينه، بصح هذا يديروا له. لموا بكاس تاع الماء دافي، كي تتلم اعجنوها وطروها غير بالعجين ماشي بالماء. خدات لي انا كاس ونص تاع الماء، شوفوا النص كاس هذاك زدته وانا نعجن. ما تزيدوش ضربه واحده وخلوا العجينه تريح على الاقل ساعتين، غطوها وخليها تريح. هنا قرصوهم، انا قرصتهم شويه كبار كيما راكم تشوفوا الحبه كبيره، نتوما تقدروا تقرصوهم صغار يلحقوا لكم حتى 15 حبه. وكيما كامل نعرفوا كي تقرصوا الحبه لازم تخلوها تريح قبل ما تبداو تحلوها. وهنا فتحوا بالطريقه العاديه كيما ما فين تخدموا المسمن، بصح هنا اطووا كامل المسمنات وبداو من الحبه الاولانيه تقلوا وشكلوا ان بابي كويسون باش يساعدكم في الخدمه، يجوكم كامل على حبه. وكي تحطوهم يتقلاو حتى يتنفخوا باش ترموا عليهم الزيت، وهكذا حطوهم واقفين باش يقطروا من الزيت. سخنوا العسيله وعسلوهم غير بالمغرفه، ما تغمسوهمش لانه يشربوا العسل. هذه هي الوصفه تاع اليوم. الى عجبتكم ديروا جيم، ابونيو وبارطاجيو الوصفه.